السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. أنا النهاردة في غبور، حبيت أصور لكم الهيونداي اكسنت ار بي دي تاني فئة. طبعا زي ما قلت لكم هي مشاكلها عوامل أمان. الاوبشنز بتاعتها كويسة بالنسبة للسعر، بس زي ما قلت لكم هي عوامل أمان، فاللي عايز يا جماعة يجيب العربية دي يجيب الفئة الثالثة أو الرابعة. أنا برضه هوريكم الفئة الثانية عشان ده متوفر، تقدروا تشوفوها وتشوفوا الأوبشن بتاعها. طبعا الار بي زي ما قلت لكم كان انتاج 2018 تقفيل بره مصر. الانتاج ده وقف دلوقتي، بقت انتاج 2021 رجعت تاني بس تقفيل مصري. تمام، نبص كده على العربيه. ده العربيه من قدام، طبعا الفوانيس هالوجين، الفوجات، الشبكه اللي انا شايفها يعني صغيره، نفس الديزاين تبقى الناس حافظه الديزاين. انا برضو عايز اوريكم العربيه واوريها لكم في المعرض. دي اللي معانا دي الفئه الثانيه. تمام، طبعا هي تصاد، الجنط بيبدا من الفئه الثالثه. تمام، المرايات ويبقى فيها الاشارات. تمام، ده شكل الباب. تمام، ده الباب الخلفي. انا برضه هوريكم المساحات الداخليه، بس اهم حاجه بس الاول تشوفوا العربيه كلها. العربيه زي ما قلت لكم 1600 سي سي تنفس طبيعي، متوصله بفتيس اوتوماتيك عادي خالص. العربيه الاعتماديه بتاعتها معروفه، قطع الغيار متوفره، بس زي ما قلت لكم عيبها الوحيد الامان. انا يا جماعه ما بهاجمش عربيات او الكلام ده، انا بس بنصح الناس والناس ليها النصيحه. تمام، دي السقف فوق الاريال العادي خالص. تمام، شوف كده العربيه طبعا تفخيم، زجاج ملون خلفي ده كده شكل العربيه من جوه. نخش نقعد. تمام، طب اول حاجه نتكلم عن الخامات. تمام، الخامات الاماميه بلاستيك، كل ده بلاستيك، بس بلاستيك يعني كويس. تمام، الشاشه التاتش السبعة بوصه فيها انترتينمنت سيستم، الطاره المالتي فانكشن. طبعا ده عشان البلوتوث والرد على البلوتوث والكلام ده كله، ده التحكم في الراديو. تمام، كل ده طبعا تحكم في الراديو، ده البلوتوث. العدادات الانالوج بتاعتنا، عدادات وفيها في النص شاشه معلوماتيه. طبعا العربيه مش ستارت ستوب انجن، العربيه مفتاح عادي خالص. تمام، التكييف البكر، يعني التكييف بتاعها بكر عادي خالص، من التحكم في درجة الحرارة. تمام، الزجاج كهربائي. طبعا الفئة التانية بيبقى فيها فتحة سقف زي ما انتم شايفين، فيها فتحة سقف كهرباء، دي الفئة التانية. ده لوك الأبواب، تحكم في المراية الكهرباء. طبعا الزجاج فيه اوتو داون فقط، عشان ترفعه لازم تنك ماسكه. في العربية فيها طبعا 4 ازاز كهرباء. تمام، ده يعني الخامات والشكل بتاعها من قدام متواضع الى حد ما، بس كويس. يعني انا الاوبشن كويس، بس زي ما قلت لكم السعر هو اللي مش كويس، وعوامل الامان مش كويسه. يعني هو الاوبشن كويس بس السعر وعوامل الامان مش حلوين قوي يعني. طبعا فينا مخرجين، ده هنا الولاعه، ده مخرج 12 فولت ويو اس بي واي او اكس. تمام، ده الدرج، التابلو بتاعها واسع جدا، حتى طريقه فتحه حلوه قوي يعني من هنا الزرار. طبعا هنا مفيش تلاجة والكلام ده كله، الكلام ده بينزل في التوسان والالنترا. ده كان بالنسبة للعربية من قدام. طبعا مرايات عادية خالص زي ما احنا متعودين يعني. نرجع نشوف، طبعا ده هنا التحكم اللي فوق اللي فتحة السقف. تمام، نرجع نشوف كده العربية من ورا، نشوف القعدة. طبعا الخامات طبعا كلها بلاستيك، يعني بلاستيك في كل حتة، عشان نبقى متفقين ان العربية فيها البلاستيك كتير جدا جدا جدا. شوف كده القعدة ورا، القعدة قدام متظبطة عليا. يعني انا 185 سنتي ورجلي خبطة، انا رجلي هي خبطة في الكرسي. القعدة ورا يعني مش واسعة الصراحة، ضيقة. ده الزجاج الكهرباء، خامات زي اللي قدام بالظبط، الحتة دي قماش كده متبطن، وطبعا الباقي كله بلاستيك. حتى لا يعني البلاستيك واخد لون كده، هو مش نيكل، هو بلاستيك واخد لون بس. طبعا انا يعني محشور، احاول كده اجي في النص. نفق الفتيس تقريبا يكاد يكون شبه منعدم، بس نفس الكلام برضو قاعد رجلي ضقرة، يعني قاعدة ضيقة جدا.
تشيل 3 افراد بس تحت ال 180 سم او 175 سم كمان. يعني انا 185 سم مش للاسف مش عارف اقعد فيها، مش عارف اقعد فيها من ورا. طبعا الفرش كله قماش، بس انا طبعا مش عارف اوريكم الفرش عشان هي متغطيه، بس انتوا لو تعرفوا تشوفوا هنا قماش، هو قماش اهو. على قد ما اقدر اوريه لكم، هو قماش مش جلد. تمام. ده شكل كده طابلوه من ورا. تمام. وده النور الخلفي. اوريكم كده، احاول افتح لكم الشنطه اوريها لكم برضو، تبصوا على الشنطه. طبعا الدخول بمفتاح عادي مش بصمه. شوف الشنطه كده مع بعض. الشنطه لا كويسه لحد ما، يعني الشنطه واسعه، مش اوسع حاجه في فيتا بس يعني كويسه. ده الجنط بتاعها. طبعا نفس الكلام، يعني مش جنط سبور، طاسات عاديه. نفس الكلام يعني زيها زي الاساسي. يعني هو الاساسي هيبقى طاسه، يبقى الجنط هي طاسه. تمام. طبعا مفيش كاميرا خلفيه. العربية قيمة مقابل سعر، بس حتة الأمان. يعني أول فئتين يا جماعة ما حدش يلوم عشان الأمان. الفئة التالتة والرابعة محترمين جدا وقيمة مقابل سعر فوق الممتاز. ده كان الفيديو بتاعنا عن الهونداي اكسنت ار بي، حبيت اوريها لكم جوه المعرض. كان معاكم أحمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.